خطرات عرفت على واحد في الفيسبوك لي زاني 2015 2016. وهذا الانسان كان يقرا في لافاك تاع خروبه، في الجامعه تاع خروبه، جاي من الناس اللي عايشين لاباس بيهم، يعني شغل عايشين كلاس لاباس بيهم دراهم لي فواياج. وانا كنت نطقطق عليه، يعني طايح لوخشين بلي انا تاني شغل بلي لاباس بيا وانا تاني شغل عايش كلاس قدامنا. واحد النهار قال لي نتلاقاو ونروحو نشربو قهوه. قلت له ماشي مشكل. درنا نهار، يلحق النهار هذا كيفاش ندير معاه انا تروتينات ما عنديش، يعني فيلو ما نسعاش. مريح في الحومه كنخمم، يجوز عليا واحد بيت حومه بكيوكيو. قلت له واش رضوان تديني الخروبه؟ قال لي نديك. طلع نروحو. طلعت معاه، طوموبيل هذيك كارو مكسر، باب ما يتفتحش، كليماتيزور ما يمشيش. المهم رحنا حبه حبه، نعيط له في التليفون وانا راك راني في خروبه، انا قريب نلحق. لحقت تما لقيت واحد الايفوك مقاري، ايفوك كحل جديد، يعني سياره فخمه جديده. قلت له رضوان زير مور الايفوك. نعيط للسيد قلت له اني في خروبه وراك تا. قال لي تاني في خروبه، واش من الطوموبيل راك؟ يعني شغل باش تعرف بلي الكذب والترطيق بقى حتى الاخر. قلت له تشوف الايفوك لك حال هذاك؟ قال لي ايه. قلت له في الكيوكيو لي مور. هذه قصة واقعية صارت لي، يعني كنت فكرها نضحك حكيتها لكم. والناس اللي تحكي الحكايات هذوما وتكذب باش تضحك الناس، يعني انت تحكي قصة خيالية ما هيش واقعية وتكذب باش تضحك الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام وش يقول فيهم هذا الناس؟ قال ويل للذي يكذب بالحديث ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. هذا الانسان اللي يكذب كذبه، مثلا حكايه خطرات شحال جزيري وشحال انجليزي وحكايه المكذوبه هذوك باش تضحك الناس، الرسول توعدك بالويل. وفي حديث اخر الرسول عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء والمعراج يعني شاف عذاب اهل النار. من عذاب اهل النار لقى رجل يعني يفتحوا له هديه حتى رقبته، وهديه حتى رقبته. سقسى جبريل، قالوا يا جبريل وش كان يدير هذا في الدنيا؟ قال هذا الذي يحدث بالكذب فتبلغ الآفاق.